هي مش شطاره مننا ان احنا مش مدمنين، احنا حظنا حلو ان احنا ما تعرضناش للظروف اللي قابلنا فيها المخدرات في سن المراهقه، او في لحظه كنت انا مكتئب فيها، او كان معايا اصحاب سوء، او حواليا بنتين حلوين وعايز اعمل قدامهم ان انا ما بخافش وان انا جدع وان انا ولد مقطع السمكه وديلها. احنا لازم نفهم ان المدمن مش شخص اتولد شرير غالبا. هل لازم كل الناس اللي وقعت فخ الادمان يبقى البلطجي والوحش وقليل الادب واللي بيثبت واللي بيسرق واللي بيكسر؟ اي حد فينا معرض ان هو كان في مرحله ما يبقى مدمن. مين فينا لحد ما عدى ال20 سنه وال30 سنه كان يعرف ان الترامادول ده ادمان؟ ما كناش نعرف. فكر كده ان حضرتك قاعد عندك امتحان بكره وبتذاكر مع اصحابك على الكافيه مثلا وعندك صداع، فلقيت واحد من اصحابك بيدي لك شريط بيقول لك ده مسكن كويس خد منه الحبايه دي. فانا قاعد مع اصحابي بنذاكر، فتح لي حبايه من شريط دواء وبيديها لي، احتماليه ان انا اخدها اكيد هاخدها، اكيد مش هتردد تماما. دي بقى ممكن تبقى حبايه ترامادول او ليريكا او جابيماش او زي ما يكون المواد المخدره، وان انا اصلا ما عنديش اي خلفيه او اي معلومات عنها. مجرد ان انا اخدتها هي ملت حته جوه عقلي عجبتني خلاص. فانا هعمل ايه؟ المره الجايه هقول له نبي المسكن الحلو اللي معاك ده اديني منه حبايه. مرتين ثلاثه على الاقل هلاقي نفسي ان انا لقط في جسمي خلاص اتعودت عليه. تعالى نفكر بقى في لقطه تانية او مشهد تاني. انا مكتئب جدا، متوتر جدا، قلقان جدا، وصاحبي ده معدي على اخر الشارع، هبدا اطلب منه. مش بنفكر بدماغنا دلوقتي واحنا قاعدين في التكييف وبنشوف ايه الصح وايه الغلط وايه الحلال وايه الحرام، لا، انا بحط نفسي مكان مراهق او حد في لحظه ضعف انسانيه. هل هيلجأ للمخدرات؟ هل هو عارف اصلا ليه مخدرات؟ لا. فكره المخدرات بالنسبه لنا فيلم بتاع عادل امام، مش فاكر كان اسمه ايه، لما بيضرب بالمسدس في النخله فبتنزل البودره من البلح كده على الارض وهو يحط السطر بتاع البودره وبيشدها. هي دي المخدرات، مفيش مخدرات تانية احنا نعرفها. طب لو البودره دي بتتاخد حاجه اسمها حروقه، يتحط على ورق فويل ويتحرق واشم الدخان بتاعه، هي في عقليتنا احنا هي دي مش بودره. لو جه قال لي لا ده احنا مش هنشتري بودره ومش هنشتري هيروين، احنا هنشتري ماده اسمها بيسا من الولد اللي واقف على اول الشارع بتاعنا، ما هي ما بقتش خلاص لازم اطلع الصحراء او لازم اروح اماكن بعيده علشان اجيب المخدرات دي، ده ممكن من اول الشارع انا بشتريها. فلقيت الماده المخدره موجوده في مكان قريب وبتتحرق كده وبشم الدخان. مخدرات ايه؟ بودره ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ هيروين ايه؟ الكلام الكبير اللي احنا بنقوله ده مش هفهم الا لما اكون اتزحلقت خلاص وقعت فيه. ومشكله الزحلقه في المشاعر اللي هتنتج بعدها وتغيير الكامل للحياه، وان انا شايف نفسي بقيت موصوم خلاص، انا عليا ختم كده ان انا منبوذ من المجتمع، فمضطر ان انا اعتمد على نفسي وانا ما عنديش معلومات، او اطلب مساعده صديق ليا وهو غالبا خيبتنا واحده ما نعرفش حاجه خالص. فمش هبدا افوق الا لما خلاص ابقى سافرت جدا. لكن لو احنا عرفنا الناس يعني ايه مخدرات وانواع المخدرات وطريقه التعاطي بتاعها، هل ده كده بكسر حيائه او باخدش حيائه؟ خالص لا. طب لو قلت له في انواع مخدرات واسمها كذا وبتتعمل كذا ولونها كذا والملمس بتاعها كذا وبتتشرب بالشكل الفلاني، لازم يبقى عارف ده، لازم كل اولادنا عارفين ده. طب لو انا عرفته ده، هل كده انا بشجعه ان هو يشرب مخدرات؟ لا. انا لو جيت قلت لك ان المخدرات مثلا بتديك شعور حلو جدا في الحياه، تاخدك كده في مكان جنه، هل كده انا هشجعك على المخدرات؟ برضو لا. ليه لا؟ علشان هكمل لك الصوره. ما انا لو سبت لك الصوره جزء صغير منها انت ممكن تقع، لكن لازم اكمل لك الفريم كله، ان انت النهارده لمده ساعه او ساعتين انت عايش في حياه جميله جدا، بس باقي الصوره هي الاحداث اللي حواليك. انت مش هتعرف تعيش حياه طبيعيه طول عمرك في المستقبل خلاص. انت صحتك هتروح، علاقاتك الاجتماعيه هتروح، شغلك هيروح، هتفضل عايش في الضلمه ومستخبي، هتفضل بتنام علشان تحضر الماده المخدره لبكره، وتصحى علشان تفكر هتجيب فلوس منين عشان تحضرها عشان بكره. بقت دي حياتك بس. فاحنا لو شفنا امثله من ده واتكلمنا عليها ووضحناها وربطنا المتعه بتاعتها بالخساره بتاعتها، فلما يجي حد يقابل ابني او يقابل حد من الاطفال او المراهقين ويقول له ده انت هتعيش كويس جدا، انا مسبق. فانا رابط له الكويس قوي بالوحش الاكتر قوي. هنا المراهق مش مجنون، هو مندفع. فانا لو اعتمدت على العقل ان انا اشغل العقل كحامي ليه وخط دفاع ان هو ما يقعش، هيبقى ممتاز. فتعالوا نتكلم دايما يعني ايه مخدرات، نبدا رحله التوعيه، رحله ان انا اعرف يعني ايه مخدرات، ننزل صورها، ننزل اشكالها، نبدا نتكلم فيها، ما نتكسفش، نبطل فكره ان انا اللي انا مش شايفه مش هيحصل لي. الفكره دي غلط خالص. عشان اعرف اتفادى المطب
لازم اشوف المطب. لكن لو قلت ان انا الشارع جميل ومفيش مطبات، هلبس مطب. احنا هنا في يوتوبيا هنبدا نحاول نجتهد الفتره الجايه ان احنا كلنا نبدا نوضح، كل طبيب وكل معالج وكل اخصائي وجهه نظره عن الادمان، عن افكار الادمان، عن طرق التعاطي، عن الامثله بتاعه التعاطي، عن الحياه، عن المعاناه اللي بتحصل للانسان لما بيقع في فخ المخدرات، وان احنا ازاي نبطل نشوف المدمن ان هو انسان شرير مش هيطلع للنور ابدا. لو اتعاملنا من المنطلق ده الدنيا هتتغير خالص معانا، ونقدر نتجاوز الازمه الرهيبه في المجتمع بتاعنا بتاعه المخدرات، ونشوف ان المخدرات موجوده في كل شارع حوالينا. ما نغمضش علينا بقى، كفايه.